ولد ينطق بحب الآخر، هو منفتح نحو العالم الواسع، فترى رواده قد انسجموا مع عوالم الشمال، فأدفأوا الأجواء بعواطفهم الحارة. وقد تلونت مالمو بالسويد بألوان الطيف العربي، من الأطلسي مروراً بالنيل والرافدين وانتهاء بالخليج. بينالي أورورا، بينالي الفن العربي. يشارك في بينالي أرورا عدد من الدول الكثيرة والمتنوعة، يمكن المشاركة الكويتية بحضور الفنان علي البداح، وهو من الفنانين الرائدين في مجال الخط العربي، وهو مشارك بعدد من اللوحات. هنكلمه عن أهمية المشاركة. أهلا بحضرتك. أهلا بك وسهلا. لو حبيت أسألك عن مشاركتك في هذا البينالي وكيف عرفت ببينالي أرورا الدولي. هو طبعا الأخوة المنظمين بعثوا لي إيميل. مع الأسف أنا لم أنتبه الإيميل، لأن يعني طبعا أغلب الإيميلات اللي ما هي معروفة ترجع على الجانك ميل، لكن عندي زميل هو يعني عرف أني من ضمن المدعوين اللي هو الأستاذ خالد ساعي، فأخبرني أني لازم أبعث لهم بسرعة، وبعث لي الفورمات وبعثت ودورت في الإيميل، لقيت بالفعل الجانك ميل كان بعث لي رسالة. أنا لما وقت ما جاني الإيميل كنت بشتغل شغل جديد، فهم قالوا لازم عشان ما يعني فترة الانتهاء قبلها، فرحت وقلت لهم أنا عندي لوحات أشعار وكذا، فاختاروا منها 5، بس قلت لهم أنا عاوز أشارك بحاجة الجديدة، يعني هي لوحات حروفية، فقالوا لي ما يخالف نقبل ال10 كلهم. فبالفعل خلصت قبل المدة النهائية وبعثت لهم 5 أعمال حروفية إضافة ل5 أعمال اللي عبارة عن أشعار. أنا لاحظت كمان إن الكلمة بتاعت الشفق القطبي هي المعيار المظلة اللي بتشتغلوا تحتها كمسمى لهذا البينالي. إزاي أنت استخدمت كلمة أرورا أو هذا الشفق القطبي كمدلول ليك في الشغل؟ هو طبعا أنا ركزت على شغلة مهمة، إن حاولت إني أعمل أعمال يغلب عليها اللون الأبيض. جميل. اللي هو لون الثلج. جميل. وهي ظاهرة الأورورا تكون في وقت الشتاء. الأمر الآخر ما حاولت أن أدخل ألوان ثانية سوى اللون الرمادي خفيف وبعض الأشياء اللي هي قضية تذهيب وكذا فقط، لأن أنا عادة أستخدم الذهب في أعمالي لأريد أن أضيف إضاءة في بعض الأماكن. فحاولت أن أخليها مجردة بسيطة، لأنهم عموما اللي أنا أشوفه بشكل عام في خاصة الدول الاسكندنافية إنهم دائما يلجؤون إلى البساطة في كل شيء، يعني ما يحبوش الحاجات المعقدة. يعني إحنا بالفن الإسلامي عندنا الزخرفة فيها تعقيدات كثيرة، أتصور أن دي ما تتوائم مع الفكر بتاعتهم، فلذلك لجأت أن تكون أعمال مجردة حروفيات، وأحاول قدر المستطاع أني أخفف من استخدام الألوان، لأن اللون الثلج هو اللون الغالب في الشتاء عندهم، وبالتالي هم يتفاعلون مع هذه الألوان أكثر.
حضرتك كفنان كويتي شاركت في العديد من المعارض الدولية والمحلية وليك باع كبير في عالم الخط العربي. المشاركات الدولية بتمثل إيه للفنان، وخاصة أنه هو كان يعني إذا كان بيبحث لوصول مفهوم الخط العربي واللغة العربية للعالم؟ أنت الحين ذكرتي نقطة مهمة. تمام. إحنا أبرز شيء عندنا إحنا العرب وكمان المسلمين فن الخط العربي. تمام. ليه؟ لأن إحنا لما نرجع للفنون كلها نلاقي كل الفنون هي عبارة عن توارث حضارات. حتى إحنا العرب والمسلمين حتى بالغناء والموسيقى ما أضفناش حاجة. صحيح. يعني كلها آلات غربية أو آلات من الهند أو آلات من أفريقيا، وإحنا صار لنا موسيقى أو غناء شرقي، إنما ما ابتكرنا آلات. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية، حتى الفنون المعاصرة زي الفن السابع اللي اشتهروا فيه من الامريكان وغيرهم، فاحنا ما اوجدنا شيء سوى شيء واحد اللي تميزنا فيه، الخط العربي، اللي هو بشهاده الغرب ان العرب والمسلمين، طبعا ليش اقول المسلمين؟ لان الخط العربي فن رسم حروف اللغه العربيه اللي هي لغه القران. تمام. وهي اللغه اللي توحد العرب والمسلمين كلهم مع بعض. صحيح. لان اللغه دي هم اللي لازم يصلوا بيها ولازم يقراوا القران فيها. يعني مش ممكن ان انا كتركي مثلا او كمثلا افريقيا او كنفترض ماليزي اني اقرا القران بالترجمه الماليزيه او انجليزي، لا ما ينفعش. لازم تقراي القران باللغه العربيه. وحتى بالصلاه ما ممكن تصلين بلغتك، لا، لازم تصلي باللغه العربيه. فاللغه العربيه هي اللي جمعه المسلمين والعرب مع بعض. بعدين احنا ما ننكر ان هذه الامم عندما دخلت الاسلام بإرثها الحضاري اللي موجود عندها وبثقافتها يعني اضافوا شيء للخط العربي وابتكروا انواع. وبالتالي احنا نرجع ونقول حاجه مهمه، ان الخط العربي هو الفن الوحيد، يكاد يكون الفن الوحيد اللي احنا اديناه للعالم. في نخبة كبيرة جدا من الفنانين سواء العرب أو الفنانين السعوديين أو من أسبانيا المشاركين معانا في البنالي. الحالة الفنية دي هل ممكن بتوحي للفنان بأهمية أن مفيش حدود وأن احنا في علاقة إنسانية؟ ما هو أنا اللي كنت عاوز أقوله. أنا الحين اللوحات اللي شاركت فيها اللوحات عبارة عن لوحات حروفية، ما فيش أي دلالة لفظية. تمام. يعني مش مهم إن لازم واحد يعرف عربي عشان يقرأ اللوحة. بس أنا لما أبرز جمال الحرف العربي وأستغله كعنصر في اللوحة، يعني سواء كان فنان تشكيلي يحاول يستخدم الحرف العربي أو أنا كخطاط أحاول أستخدم الحرف كعنصر جمالي في اللوحة بدون ما يكون هناك دلالة لفظية، يعني بدون ما تكون هناك آية ولا عبارة، أتصور أني ممكن أصل بشكل أكبر لأي متلقي حتى لو كانت ثقافته مو عربية. الجمال في الحرف العربي يدفع أي شخص إلى أنه يقف أمام هاللوحة ويتمتع بالحركات الموجودة. الخط العربي فيه ليونة وفيه حركة وفيه إيقاع وفيه موسيقى، في حالة من الانسيابية. نعم، وفي مشاعر يسكبها الفنان غير أي كتابة ثانية. يعني كمثال أنا دائما أحاول أضرب مثال أقارنه بالإنجليزي. تمام. الإنجليزي أنت تشوف الحروف عبارة عن كأنها بوكسات، كأنها صناديق جنب بعض، مغلقة، أي جنب بعض جامدة، اتصالها فقير. ما فيش زينا احنا، في عندنا حروف تنزل من فوق لتحت وكذا، أجي أكتب الكلمة أكتبها على مستويات، محمد ميم حاء مئة، ممكن أكتبها على مستوى واحد. يعني ما فيش عندنا شكل واحد ثابت. الحرف عندنا عدة أشكال. الحرف لما يدخل في الكلمة يتغير، وهذه يسمونها الخاصية الاختزالية. تلاقي الحاء وحدها لوحدها. في الخط الثلث عندنا حاء مرسلة، حاء مجموعة، حاء ملفوفة. لما تدخل تتغير شكلها. إذا كان وراها حرف صاعد
غير وراها حرف نازل، غير وراها مادة اللي هي كشيدة، إلخ إلخ. فبالتالي عندنا غنى في الحرف، وهذا الغنى خلى عندنا الخط العربي يكون مبهر للكل. هذه نقطة مهمة. أنا جيت هنا عاوز أفتح قنوات تواصل مع أقصى الغرب اللي هي أوروبا، هي آخر أوروبا، واللي ثقافتهم بعيدة كل البعد عن ثقافتنا الشرقية. صحيح. من خلال الحرف العربي. عفوا، لو جيت أنا وجبت لوحة تشكيلية ورسمتها على طريقة أي مدرسة سريالية ولا غيرها، ما راح يحسوا بشيء، بالعكس هم حيقول لك انت جاي انت جاي في مدرستنا احنا، جاي يعني جاي تبيع علينا الميه واحنا السقايين مثلا زي ما بتقولوا انتم مصر. لا، بينما انا لما اجيبهم الحرف، قصدك انت بتحافظ على فكره خصوصيتك وهويتك العربيه. طبعا. وبعدين مش بس انا بعطي رؤيه جديده في العمل، بحيث ان انا مش جامد على الكتابه بتاعتي وخلاص اللي وصلني وقعدت. لا، انا ممكن استخدم خامات يستخدمها الفنان الغربي، ممكن استخدم الوان عندهم هم يستخدموها مثلا، بس بعطيها برؤيتي انا، وبايقاع الحروف اللي هي قمه الاحساس اللي عند العرب اللي وصلنا للمساله دي. حتى انا اقول بالنهايه كلمه قالها عالم في اللغات عام 95 في مؤتمر صار في فرنسا، وكان هذا الشخص يعني يتحدث 7 لغات كلغات من ضمنها اللغات درس اللغه العربيه. فقام وقال كلمة أنا أعتز فيها وأقول سبحان الله، يعني مع أنه هو مؤتمر لغات، قال إن الكتابة كانت وسيلة للتخاطب والتفاهم حتى ظهر الخط العربي فتحولت إلى فن. الله. وده أنا بشكرك عليه جدا، بشكرك على اهتمامك باللغة العربية وفكرة حضورك وانتمائك للثقافة العربية. شكرا لك. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيك.